اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نتعرفوا على الطريق الحزام الاخضر الرابط ما بين مرجان تطوان الى جبل درسا الى سمسة الى الخرجة مدينة تطوان مع اوتيل بالوما. هذه هي الطريقة الاخوان اللي كتلاحظوه، هي طريق الحزام الاخضر. المسافة ديالها 14 كيلومتر من مرجان الى اوتيل بالوما في الخرجة ديال مدينة تطوان. غادي نتعرفوا هذا الطريق واش تكملت واش باقيه وفين وصلت. غادي نعطيوها لكم ان شاء الله. غادي نبداوها بجوله بالسياره، من بعد غادي نشوفوها بالخريطه بحال هيدا من الجو، ونعطيو بعض المعلومات ان شاء الله. نبداو الرحله ديالنا ان شاء الله بالسياره الاخوان من الرامبوان ديال مرجان الى جبل درسا ان شاء الله. المهم انطلاقه كما كتلاحظوا هذه هي الطريق الجديده الاخوان. من مرجان كتبدا في الرامبوان ديال مرجان، كتشبروا هذا الطريق. هذه هي الطريق ديال الحزام الاخضر، كتجوز على حي البربورين، كتخليه تحت وهي كتطلع من فوق منه وجات في الجبل كتعطي واحد النظرة رائعة وجميلة على مدينة تطوان كأنك تراها من السماء. يعني هنا الاخوان من يوصلوا مع هذا الجامع هذا البخاري هنايا، طلعوا هنايا في الطلعة هذه، هذه الطلعة ديالها باش ما تدوخوش هنايا مع الجامع. طلعوا مع اليمين، طريق مزيانة في المستوى، رائعة. هنايا دابا غادي نوصلو للرامبوان، الرامبوان اللي كيدخلنا لبربورين، حي بربورين، واللي كيمشي لجبل درسا، يعني الحزام، طريق الحزام الاخضر. هذا هو الرامبوان. هذيك الطريق اللي كتهبط من تحت هذيك كتمشي لحي البربورين، هذا كامل حي البربورين اللي ماشيين دابا لتحت. والطريق هي هذه كما كتلاحظوها في راس الجبل، كتعطي واحد الرؤية شاملة على المدينة، وكتظهر مدينة تطوان كاملة بكل جوانبها. هنا الإخوان دابا غادي ندورو، هنا تنتهي الطريقة الإخوان مع هذا الرامبوان. شوفوا هذا الرامبوان هنايا تما صافي، اللي هنا معدلة واحد شوية وحماية المترو، ولكن اللي هنا باقي ماشي معدلة. دابا أنا غادي نعمل معكم الهبطة هنايا باش تعرفوا الطريق. بزاف الناس ما كيعرفوش هاد الهبطة هادي. هذه الطريقة الإخوان كتهبط على جبل درسا ومضيقة بزاف. ملي تهودوا فيها عملوا احتياط ديالكم، لأن جات بين الديور بين الحوام الدروبة ومضيقة شي حاجة. عملوا احتياط وصافي، الطريق مزيانة. هنايا دابا القشلة ديال القصبة راه هي الإخوان، هذه هي القصبة ديال مدينة تطوان. جات في هذا الجبل، كان جبل شحال هادي كتطل على مدينة تطوان. المهم دابا نرجعوا إلى الجو، نشوفوا هاد الطريق هادي من الجو والنظرة ديالها. قلت لكم الإخوان المسافة ديالها 14 كيلومتر من مرجان إلى أوتيل بالوما في الخرجة ديال مدينة تطوان، في الرامبوان اللي كيجمع الطريق ديال طنجة والطريق ديال الشاوان. تما تخرج هذه الطريقة ديال الإخوان مرورا بسمسة. هنا هذا الشطر هذا مكمل، ها هو. ومن هنا مع هذا الرامبوان ديال جبل درسا واحد 100 المترو الطريق مكملة، ولكن في جهة هذيك الجهة كاملة إلى حتى سمسة باقي ما كاين والو. طريق معدلة يعني بيستا، طريق بيستا، ولكن باقي ماشي مزفته وباقي ما معبداش. لاحظوا هي هذه الاخوان الطريق. بزاف الناس كيسمعوا بهذا الطريق ولكن ما كيعرفوش الحل ديالها وعلاش تعطلت هذا الشيء كامل بزاف. يعني هذا الطريق ب 2014 باقا ما تكملتش، وهذا الطريق غادي تفك بزاف ديال المشاكل ديال المرور، غادي تفكم ان شاء الله. هنا الاخوان المقطع هذا الشطر الرابع هنايا، هذا ديال سمسة. ها هو هنا فين واقفه الطريق، شوها هنايا في هذا الجبل هذا. هنايا خصهم غير يكملوا هذا الشطر هذا. وقال لك اسيدي باش يبداو فيها، قال لك دابا سيدي في شهر 7 عاد ماشي يعرفوش من شركه. شهر 7 هذا العام هذا عاد يعرفوش من شركه اللي باش تكمل عليها. ان شاء الله يكون خير، فيه مجال خير ينفع. المهم هذا هو فين وقفت الطريق الاخوان. هذه سمسة، هنا وقف حمار عم الشيخ كما كيقول المثل. باقي له واحد الطرف صغير
يشركوها مع الطريق. راه هي كاينه الطريق تماك، ها هي كاينه هاد الطريق هادي، وكاينه طريقه اخرى فرعيه صغيره، هما 100% يشركوها مع هادي، مع هادي الكبيره اللي كتلاحظوا. يعني مسافه الاخوان صغيره بقالهم. نتمنى والله يكملوا هذا غيا ويشركوها مع هادي. وهادي عادي تمشي حتى الخرجه ديال مدينه تطوان مع اوتيل بالوما. والمسافه من مرجان بالوما على الحزام الاخضر هي 14 كيلومتر. نتمنى هذا تكمل، لان المغرب الحمد لله مقبل على بزاف ديال التظاهرات الدوليه، وعاد يجيو يعني الصحافه العالميه والمراقبين العالميين يشوفوا هذه البلاد. خصهم يديو واحد النظره مزيانه باش يترفع الشأن ديال المغرب والسياحه في المغرب. راه كاين بزاف ديال الدول الاخوان. انا نعطيكم مثال. دابا بزاف ديال الناس عاد يقولوا السياحه اش غنعدلوا بها وشني باش نعدلوا بها. راه الاخوان الدول المتقدمه كامله عندها السياحه. الامريكان عندها 90 مليون سائح كيجي لها سنويا. فرنسا عندها 100 مليون سائح ودول متقدمه. اسبانيا عندها كدا و90 يعني مليون سائح اللي كيجي لها في العام. شوف شحال الاموال اللي كيدخلوا. تركيا 75 مليون سائح. البرتغال 34 مليون، دولة قد صغيرة بزاف. المهم لاحظوا الإخوان، هذه هي الطريق بيستا. هذه دابا بيستا من هنايا حتى للرامبوان ديال جبل درسا. وهاد الطريق هذه يعني أنا كنعتبرها يعني نزهة صراحة، نزهة صراحة. لاحظوا هنا هذا هو المقطع اللي خدام ديال جبل درسا، هو اللي مكمل طباقي من جبل درسا اللي هن. نطلبوا الله يكون شي خير وتكمل هاد الطريق. وهي زعما طريق رائعه جدا، واللي فكر فيها زعما. حنا هذه الطريق هذه كنا كنسمعوها في الثمانينات، كنا باقي صغارين كنقراو. قال لك اسيدي كانوا الميريكان عادي يساهموا فيها. يعني الميريكان كانوا يعطيو مساعده، او عطاو الله اعلم ما نعرف. المهم كان الشراكيين كانوا يعني شابرين هنايا البلديه، والناس معناها. قال لك هما اللي كان في الثمانينات هذا المشروع هذا. دابا عاد بدا، ولكن ما شاء الله باقي ما تكمل. لاحظوا الاخوان ملي كطلعوا لنا هنايا بزاف د الناس كيجيو كيطلعوا لنا هذه الطريق هذه الحزام الاخضر باش يتنزهوا كيشوفوا مدينه تطوان من الفوق. ومهم بزاف ديال الامور كتبان هنايا. نتمناو يتحلوا هنايا في هذه المنطقه هذه شي مطاعم وشي مقاهي، وتزاد الجماليه هذه الجهه هذه. الاخوان اللي ما كيعرفش الديور تشينوس هما هادو في هذه الخاويه راهي اللي كتشوفوها. هذوك هما الديور ديال تشينوس مع الاذاعه ديال جبل درسا. تما كاين موراها كاين ديور تشينوس. لاحظوا الاخوان على الجماليه والرؤيه ديال مدينه تطوان اللي جات بين الجبلين. جوج الجبال عاليين، جبل درسا وجبل بوعنان، ومدينه تطوان جات في الارض، يعني جات في السفح سبحان الله. وهذه الطريق هذه الحزام الاخضر عدلوها باش يمنعوا الناس ما يبنيوش، ما يزيدوش يبنيو. يعني حددوا لهم البناء، يعني من تحت الطريق تما كيوقف البناء. من فوق الطريق ممنوع البناء يكون فوق الطريق. لاحظوا دابا الاخوان نعطيكم الصوره من هذا الطريق هذه كيفاش كتبان مدينه تطوان، ونشوقكم وطلعوا لنا هنايا. والطريق هنايا على ما سولت انا قال لك اسيدي الطريق امنه، يعني ما فيهاش شي خطر، يعني الطريق مزيانه تخافوش. المهم لاحظوا مدينه تطوان كيفاش كتبان، كيفاش كيبان لكم. راه جبل غورغيز راه هو يعني بوعنان، ومدينه تطوان كتبان لكم الاخوان بحال اللي كتشوفوها من السماء. لاحظوا وهادو مدير تشينوس الاخوان هنايا في الجهه هذه. دابا حنا غنقربوا الاذاعه. ها هي اذاعه جبل درسا كانت هنا في هذا الجبل هذا. ها الاذاعه الاخوان هي كتبان واحد الطريف تماك مع ديك الطريق. هذه هي الاذاعه تما جبل درسا. ولاحظوا تطوان الاخوان. والطريق الدائري هو هذاك، عفوا الطريق الحزام الاخضر ديال جبل درسا هو هذا. ولاحظوا تطوان كيفاش كتبان. والواد اللي جايز مدينه تطوان بزاف الناس ما كيعرفوش عند الواد. راه واد قديم، يعني هذا الواد هذا يعني جايز في وسط مدينه تطوان. وعلى داك الشيء هاد الناس اللوليين من قديم الزمان سكنوا هنا، لان مدينه تطوان عامره بالمياه. لا جبل غورغيز ولا جبل درسا،
المياه بكثرة فيها الحمد لله. هذا على نعمه. المهم لاحظوا الإخوان على نظرة وعلى جمالية. دابا تشوفوا بوعنان والجبال ديال بوعنان والحومة ديال تحياتي للحومة الناس ديال الحي بوسملال والحمة ديال بوسملال. وهذا هو الجبال ديال أبني حزمار. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.